انتهى الأمر بالنسبة لبريجيت ماكرون. إليك أولى تصريحات كانداس أوينز حول بريجيت ماكرون. النقطة الأولى: يزعم أن بريجيت ماكرون عاشت كرجل يدعى جان ميشيل لمدة 30 عاما قبل أن تصبح بريجيت. إليك صورة للمقارنة جنبا إلى جنب، وهو ما يبدو على الفور أمرا قابلا للتصديق. النقطة الثانية: تؤكد بريجيت ماكرون أن جان ميشيل هو شقيقها، لكن المشكلة أن شقيقها قد اختفى، وتدعي أنه لا يزال على قيد الحياة، ومع ذلك كان من السهل عليها أن تظهر برفقته وتقول: هذا هو جان ميشيل، نحن نشبه بعضنا البعض، لكنها ترفض القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الجينية والأنساب، يبحث الناس على الإنترنت، وما اكتشفوه هو أن شخصا يدعى جان ميشيل كان موجودا لمدة 30 عاما ثم اختفى فجأة، وبعد ذلك ظهرت بريجيت ماكرون وبدأت في الوجود. لذلك نعم، هذه مسألة مثيرة للجدل. النقطة الثالثة: لا توجد أي صورة لبريجيت ماكرون خلال 30 سنة الأولى من حياتها، وهذه هي النقطة الأكثر أهمية. وكما أوضحت، من السهل جدا أن يظهر أي شخص صورا لحياته خلال 30 عاما الأولى.